ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. جايلكم النهارده بوصفه خطيره وفي منتهى الجمال وصحيه وحاجه كده في منتهى الجمال بجد. هنعمل النهارده احلى طبق مكرونه سباكيتي بالجمبري، سهل وبسيط ومخدش مننا وقت خالص. وفي نفس الوقت رشيت له كده شويه جبنه موزاريلا، طبعا على حسب الرغبه بتاعتك. حاجه كده في منتهى الجمال، يعني انت ممكن تجربيه مره وهتقومي بدل مره مرتين وثلاثه ان شاء الله تعمليه. اكيد الجمبري غالي شويه، بس احنا جايبين الصغير مش جايبين الكبير، فده توفري فيه شويه. بس اهم حاجه لو اول مره تشوفيني، انا اسمي نورة جمال. لايك وشير واشتراك في القناه، وما تنسيش تضغطي زر الجرس وتكتبوا لي كومنتات حلوه كتير زي اللي انتوا بتكتبوها. وبجد شكرا على الكلام الحلو اللي انتوا بتكتبوه، وبجد كمان شكرا للناس اللي بتشترك عندي في القناه جديد، وبجد شكرا جدا كمان للناس اللي موجوده عندي، انتوا منوريني بجد. يلا بقى نسمي الله. اول حاجه جبت صينيه، انا بحب اعمل مكرونه السباكيتي بالذات في صينيه. حطيت فيها معلقه من الزيت، طبعا ممكن تعمليها في حله برضو مفيش مشاكل. واول بقى ما الزيت يسخن حطي عليه الطماطم، اذا كنت ضربها في الخلاط او متلجاه زي مفيش مشاكل زي اللي انت تحبيه يعني. حطيت بقى معلقه ملح ومعلقه الكمون والفلفل طبعا مش هننسوه. وبعد كده هقلبهم تقليبه كويسه، طبعا مش هخليها تتسبك جامد علشان احنا مش عايزينها متسبكه جامد ولا اي حاجه خالص. هنخليها سايله كده شويه عشان لما نحط الجبنه الموزاريلا، بالذات الجبنه الموزاريلا بتشرب كل السوائل. فخلي بالك لو انت عايزاها من غير تبقى سايله كده في بعضها، لازم تكتري صوص الطماطم شويه ما يبقاش متسبك جامد. جبت بقى صينيه تانية، حطيت فيها معلقه زيت صغيره خالص، ما كترتش فيها. وبعد كده هسيبها تسخن كده شويه صغيرين، بس مش تسخن علشان تلسع الجمبري، لا تسخن بدرجة حرارة عالية شوية صغيرين. وبعد كده حطيت فص توم، فص واحد بس للناس بقى اللي عندها مشاكل في القولون والكلام ده، مش هتلاحظي فيه اي طعم توم خالص، وبجد تحفة جدا مش هتحسي بفرق. حطيت بقى الجمبري اللي احنا مقشرينه. طبعا قلبته. بصوا يا جماعه، انا ما حطيتش بهارات ولا حطيت اي حاجه، هتشوفوا دلوقتي احنا هنحط ايه. اهم حاجه بس ياخد التشويحه بتاعته كويس. لو تلاحظوا ان هو مش بيلزق علشان انا ما سخنتش الزيت جامد. هو دافي بس. بعد كده حطيت عليه نص ليمونيه، عايزه طبعا تكتري عليه الليمون مفيش مشاكل، انا حطيت عليه نص ليمونيه بس علشان طبعا ما يبقاش فيه اي زفاره ولا اي فيه مشاكل خالص. وبعد كده قلبته كويس لحد ما لونه يبقى الورد اللي احنا عارفينه بتاع الجمبري ده. طبعا الجمبري هنا مش عايزينه يبقى طايب 100%، احنا عايزين نعمله نص سوا بس، عشان لسه هيتحط عليه الطماطم ولسه هياخد تسبيكه كمان. فايه، خليه نص سوا بس. اول بقى ما ياخد اللون اللي انتوا شفتوه ده، اللون اللي هو وردي عادي خالص ده، بعد كده هحط عليه الطماطم اللي احنا مسبكينها. طبعا لو عايزه صوص كتير كتري الصوص زي ما انت عايزه، ولو عايزاه خفيف زي ما انت عايزه برضو مفيش مشاكل، كل ده حسب ما انت عايزه بالذات. هسيبها بقى لحد ما تبقى، بصوا، تنشف شويه صغيرين بس، اللي هو خدت لون. خلت الجمبري ياخد اللون بتاعه الزياده. وبعد كده هنزل بالمكرونه، طبعا ممكن مكرونه اقلام، ممكن مكرونه عاديه، اي مكرونه عندك اللي انت بتحبيه يعني مفيش مشاكل. قلبيه بقى، خلي الصوص كده يتغلغل كده مع قلب المكرونه والجمبري، وبجد هتدوقوا طبق تحفه خرافي جدا 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 باذن الله. قلبته اهوت. طبعا احنا مش هنغرفه بقى كده على طول، احنا هنسيبه لمدة 5 دقايق بالظبط، علشان احنا مخليين المكرونة سوا الا ربع، مش مخليينها سوا كامل برضو، علشان طبعا هتاخد شوية على النار برضو، مش هتبقى يعني مش هنغرف على طول الكلام ده. وبعد كده والمكرونه والجمبري طبعا هياخد بقى السوا كله، هيكون اكتمل خلاص بقى في المكرونه، الاتنين هياخدوا طعم واحد، هياخدوا طعم بعض. طبعا ممكن انت بقى على حسب رغبتك، بدل الجبنه الموزاريلا ممكن تحطي قرن فلفل حامي كده زي ما انت تحبي. ممكن تزودي شطه، ممكن تزودي اي حاجه، ممكن كمان تزودي عليها نص الليمونه التاني زي ما انت عايزه، وممكن كمان تقطعي كمان كزبره خضرا كده زي ما انت تحبي، يعني زوقي طبقك بقى زي ما انت عايزه على مزاجك 100%. طبعا ممكن كمان تحطي زيتون، ممكن تحطي اي حاجة زي ما انت تحبي، وممكن ناكله كده برضو عادي، كان طعمه خرافي بجد، تحفة تحفة تحفة. اول معلقة هتجيب، تاني معلقة هتجيب، تالت معلقة، خلاص الطبق ده ان انت تدوقيه بس يعني الطبق ده بس من حلاوته بجد ان انت تدوقيه بس. وكمان احلى حاجة ان المكرونة مفلفلة 100%، انا ما خليتهاش تعجن ولا الكلام ده، علشان احنا عملناها سوا الا ربع. خدي بالك من التركات دي، ما تخليش المكرونة ايا كان نوعها تستوى 100%، لازم سواها يبقى اقل منها بشوية. طبعا الشوك اللي احنا بناكلوها دي، المكرونة اللي احنا بناكلوها دي، ما بتنزلش على المعدة، دي بتنزل على القلب بجد من حلاوتها ومن طعمتها، وحاجة كده في منتهى الجمال.
يا رب بقى يكون الفيديو بتاعي عجبكم، ما تنسونش في اللايك والاشتراك وتضغطوا زر الجرس وتكتبوا لي كومنتات حلوه كتير زي اللي انتوا بتكتبوها.